خبر خطوبة الفنانة منة فضالي والفنان أحمد زاهر تصدم الجمهور وتشعل وسائل التواصل الاجتماعي. تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خبر بخطوبة الفنانة منة فضالي من الفنان أحمد زاهر، والأمر الذي تسبب في صدمة عند الجمهور وتساءلوا عن الحقيقة. وانتشر خبر خطوبة الفنانة منة فضالي من الفنان أحمد زاهر بالرغم من أنه متزوج ومستقر عائليا، وكان آخر ظهور له بجانب زوجته في خطوبة ابنتهم. تستعد الفنانة منة فضالي لمسلسل محارب المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه. وروجت الفنانة منة فضالي لمسلسل محارب عبر حسابها الرسمي انستجرام صور لها برفقة الفنان أحمد زاهر، وعلقت عليها وقالت: بنعمل حاجة حلوة يا رب تعجبكم، محارب رمضان 2024 إن شاء الله. تأليف محمد سيد بشير، إخراج الأستاذة شيرين عادل، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي. دعواتكم أحلى شغل أما تكون بتشتغل مع أعز أصحاب وفي كيميا ما بينا. أحمد زاهر وحسام ومريم. مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي، ومن تأليف محمد سيد بشر وإخراج شيرين عادل. وتدور الأحداث في إطار شعب اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه يظهر من أصول صعيدية ويهرب من الصقر. وبيقدم أحمد زاهر شخصية محامي، وأيضا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامي، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل. وتنتظر الفنانة منة فضالي عرض فيلم في القلب التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو من بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز وإنجي، وإخراج عادل مرقص، وسيناريو وحوار محمد حسين ألمز وعادل مرسي. والقصة رومانسية تدور في إطار اجتماعي رومانسي. كان آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم رمضان 2023 بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومي كساب وأحمد داش ومنذر ريحانة وعصام السقا. وعن خبر خطوبة الفنانة منة فضالي والفنان أحمد زاهر، بعد التأكد عن هذا الخبر أكد أن لا أساس له من الصحة، وأن الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي ترويج لمسلسل يجمعهم قريبا.